ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طاجن اللحمه ده انا عملته معاكم قبل كده وجاب اعلى مشاهده عندي على القناه. هو رقم بسيط بالنسبه لناس كتير بس بالنسبه لي انا كبير جدا جدا. فالنهارده هعمله معاكم تاني وهعمل معاكم فته. الفته دي انتوا ممكن تعملوها في اي وقت من غير لحمه ومن غير فراخ، لان انا مش بستخدم فيها شوربه. فجربوها بالطريقه دي وانا واثقه والله لو عملتوها مش هتعملوا اللي بشوربه تاني. هنبدأ بقى كده بطاجن اللحمة، نقول بسم الله. في حلة كده نزلت بمعلقة سمنة كبيرة، يعني معلقتين 3 كده. وهنزل بقى اما الحلة تسخن كويس، هنزل باللحمة، هديها صدمة علشان تقفل المسام وما تنزلش المية بتاعتها. احمر كل الجوانب على نار عالية لحد ما اللحمة من كل الجوانب تاخد لون. هنزل بقى بعد كده عليهم بشوية بهارات صحيحة. هحط ورق لورا كده، كام ورقة لورا وفصين حبهان وزيهم قرنفل، ولو في مستكة كمان ممكن تحطوا حبيتين كده. هشوح بقى المكونات الجافة دي، وكمان ممكن احط عود قرفة ناشف، اللي هو العصيان، بس انا هحط بودر يعني. رشيت كمان كده نص معلقة من الفلفل الاسود، واحمر بقى كل الكلام ده مع بعض لحد ما ريحة التوابل اللي حطيتها تطلع. عندي كمان بقى بصل كده كنت مقطعاه شرايح. حطوا بقى كمية البصل اللي انتوا حابينها. انا ده كان نص كيلو لحمة، حطيت عليه تقريبا نص كيلو بصل. البصل هيدبل وهيعمل صوص حلو قوي، فلو حابين تكتروا اكتر من كده براحتكم. نزلت عليهم بقى كده بنص معلقة من القرفة ونص معلقة من 7 بهارات. هشوحهم بقى كده كلهم مع بعض لحد اما البصل يدبل شوية. وهنزل كمان عليهم بنص معلقة كده من السكر. نص معلقة السكر دي هتسرع في تسوية اللحمة، وهتدي كرملة للبصل، وهتدي تسكيرة حلوة قوي. هشوحها كده مع اللحمة. وهنزل كمان بنص حباية كده من الفلفل الأحمر. هشوحهم بقى كده كلهم مع بعض كويس لحد ما البصل يدبل. وبعدين هنزل عليهم بنص حتة من الماجي كده، مش هحط الورقة كلها، نصها بس. وهظبط الملح عادي، انا حطيته في الاول. وهنزل عليهم بقى بالمية. هحط مية، هغطي بس اللحمة، مش هكتر مية كتير. هسيبها بقى على نار عالية شوية. وبعد كده لما تبدأ تخش في السوا، هوطي عليها النار زي الشمعة كده كأني بسوي رز. لما استوت بقى حطيتها في طاجن ودخلتها تحت الشواية، خدت اللون بقى الحلو ده. وبصوا بقى اللحمة كانت دايبة ازاي، والصوص ده اصلا تحفة. تجيبي كده رغيف عيش وتقعدي تاكلي فيه، مش هتاكلي لحمة. نعمل بقى الفتة. في حلة كده جبت شوية سمنة، ومعاهم معلقة كده من التوم كبيرة، ومعاهم كمان معلقة من السكر. حمرتهم كده كويس مع بعض، وبعد كده نزلت عليهم بالصلصة، صلصة طماطم. انا ما حطيتش خل في الصلصة علشان هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه تاني، عشان بس خلها ما يبقاش كتير. نزلت بقى عليهم بنص معلقة من الفلفل الاسود، وظبطت الملح، حطيت كده معلقة متوسطة. وهسيبهم بقى يغلوا ويتسبكوا مع بعض وتتقل. عقبال بقى ما تتقل نشوف هنعمل ايه تاني. عندي كده في طاسة حطيت برضو فيها شوية سمنة وشوية توم. دول بقى عشان نعمل الدقة بتاعت الفتة. شوحت كده التوم، بعدين هنزل بقى عليه بالخل. هسيبهم يغلوا مع بعض كده غلوة علشان الخل ياخد من التوم وكده. وبعدين هطفي عليها النار. نخش على خطوة العيش بقى، ودي اهم خطوة. قطعت كده العيش حتت صغيرة وحطيت عليه معلقة سمنة كبيرة، ورشيت كمان ربع معلقة كده من الفلفل الاسود وربع معلقة من الملح. وفضلت احمص فيهم على النار لحد ما خد اللون ده وتحمص كده وقرمش. لما قرمش نزلت عليهم باربع 5 معالق كده من الدقة بتاعت الخل اللي عملناها. وهنزل كمان عليهم برضو باربع او 5 معالق من الصلصة، يعني كبشة مثلا. حمروا العيش لحد ما يطلع له ريحة كده، هي مش حروقة، بس هي ريحة التحميصة دي بتخلي الفتة طعمها خطير. بس كده، كده العيش ده اصلا والله يتاكل حاف. نزلت عليه بقى برز ابيض عادي
معلوش اي حاجة، متشوح في سمنة بس ولما استوى نزلت بيه بس كده. جربوا الفتة دي بالطريقة دي والله العظيم تحفة، تحفة بشهادة كل اللي دقوها من ايدي. آه، انا ما بقيتش اعمل اللي هي اللي بالشوربة تاني. انا مش فاهمة الفكرة، يعني احنا بنحمص العيش عشان نرجع بعد كده نطريه تاني بالشوربة. مش فاهمة، بس انا بحب العيش كده يبقى محمص وفي نفس الوقت فيه طراوة، والعيش واخد طعم الدقة واخد طعم الصلصة، فطعم الفتة في حتة تانية. فجربوها بالطريقة دي، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. وبس كده، باي.